قال الإعلامي الإسباني الشهير جوزيب بيدريرول أن نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن طفل مغربي مشجع للفريق الملكي فقد عائلته بأكملها في الزلزال المأساوي. وأوضح بيدريرول في الفقرة الرياضية خوغونيس على القناة السادسة الإسبانية أن ريال مدريد يحاول تحديد مكان هذا الطفل وإحضاره إلى إسبانيا من أجل احتضانه وتوفير الرعاية له بعد فقدان عائلته. وظهر الطفل عبد الرحيم بقميص ريال مدريد في قناة العربية يتحدث بين الأنقاض عن فقدان 5 من أفراد عائلته في الزلزال، وهم والديه وإخوتيه وجده، مضيفا والدموع تغالبه أنه يعيش الآن مع عمته وسيعمل على الاجتهاد في الدراسة ليصبح أستاذا أو طبيبا لتحقيق حلم والده.